تعرضت للجحود يا أبو مهدي؟ لابد كل رجال يتعرض للوفاء والطيب ويتعرض للجحود. يا ما بذرنا الطيب في راعي الطيب، وفي جاحد المعروف يا ما بذرنا، ولا عندنا للي جحدنا مطالب قد جاه من جوداتنا ما عذرنا. يا ما غدينا له قصور ومعازيم، وبظلالنا يا ما عليها انكسرنا. نشب ضارين على الطيب ونشيب متجملين وللجميل يعسرنا. ولا وردنا صافيات المشاريب، في جمة الماء ما رمينا حجرنا. ونطاحت الهقوات مثل المشاهيب، حنا مثل ولد الكحيلة طمرنا. أما سرحنا وانتشع المضاريب، ولا سرينا تحت غرة قمرنا. ولا بدل لازم فلا يمكن نغيب، ونجمل اللي ما حضر لحضرنا. عسى سبايل لحيتها للعراقيب، اللي قصر عنا وحما قصرنا. واليوم قد لو رأيك تحتاج ترتيب، عقب العلاقات الكثير اختصرنا. بذر الوفا في النذل ينبت عذاريب، لا يا خسارة بذرنا اللي بذرنا.